إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة الحجاب في الإسلام المقصود بها تغطية الوجه، لكن في هذه الأيام صار الناس يفرقون بين الحجاب وبين النقاب، وأكبر دليل على ذلك قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. رواه البخاري ومسلم. في أيسر التفاسير: أي طلبتم شيئا من الأمتعة التي توجد في البيت كإناء ونحوه فاسألوهن من وراء حجاب، أي باب وستر ونحوهما، لا مواجهة لحرمة النظر إليهن. أيها الإخوة المؤمنون، الأصل في الحجاب أنه عبادة ووقاية. أما أنه عبادة فلأمر الإسلام به. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وأما أنه وقاية فلأنه يساعد على غض البصر الذي أمر الله تعالى به، ويساعد على قطع أطماع الفسقة الذين في قلوبهم مرض،
ويبعد المرأة عن مخالطة الرجال، كما أنه يساعد على ستر العورات التي تثير في النفوس كوامن الشهوات. هذا شيء. الشيء الثاني، قال صاحب كتاب المرأة المسلمة: الأصل أن الشرائع جميعها فرضت حجاب المرأة عن الرجال، وقد بقيت لها في كتبها المحرفة بقية تشير إلى ذلك. فالتبرج ليس تحررا من شريعة الإسلام فحسب، إنه تحلل عن دين الله تعالى على مدى الأزمان، وخروج على شرائع الله تعالى من ملة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. فلينظر العاقل الفرق بين التحرر والتحلل، وليعلم أن المرء غدا يكون مع من أحب في الدنيا. ثالثا، الدين أصول وشرائع، فالأصول كالإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل والملائكة والقضاء شره وخيره، وهذا شيء لا يختلف فيه نبي عن نبي. فالأصول لا يختلف فيها نبي عن نبي، فمحال أن يأتي نبي ويقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم يأتي نبي آخر ويقول غير ذلك. إذن الأصول ثابتة بين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وذلك أمر تتفق فيه جميع الشرائع. والشرائع كالقيام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه من الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وذلك أمر قد تختلف فيه شريعة عن شريعة. لذا كانت شرائع الأنبياء عديدة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. رابعا، لا شك أن رافض الشرائع مثل رافض الأصول يعد خارجا عن الإسلام، أي إذا كان منكرا لذلك. أما إذا لم يكن الإنسان منكرا لكنه كان كسلانا فهذا أمر آخر لا يخرجه عن الملة. لا شك أن رافض الشرائع مثل رافض الأصول يعد خارجا عن الإسلام، فيصبح مرتدا مستباح الدم. وإذا مات على ذلك كان حقا على المسلمين ألا يغسلوه ولا يكفنوه ولا يصلوا عليه ولا يدفنوه في مقابر المسلمين، وألا يرثه أحد من أهله المسلمين، كما لا يرث من مات من أهله أثناء ردته، لأنه بردته قد قطع كل صلة بينه وبين أهله. خامسا، خضوع المسلم لأصول الدين وشرائعه جميعها هو مجموع الإيمان والإسلام. فمن رفض شريعة من شرائع الإسلام ثبتت بالقرآن الكريم والسنة المتواترة تبعا لشبهات وأهواء أو تقليدا واتباعا كالحجاب لم يعد من المسلمين. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سادسا، تصنيف الشرائع بين لازم وألزم ليس إلى البشر ولكن إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس لمسلم أن يقول إن حجاب المرأة اليوم أمر سهل هين، وقد علمنا ما المقصود بكلمة الحجاب. أمر سهل هين لا بأس بتركه، وقد كفر أكثر الناس بأصول الإسلام وشرائعه العظيمة، طالما أن القصد هو التوقي عن معصية النظرة المغرضة والزنا، وهما ممكنان مع السفور. فكيف يحل أن يكون في المسلمين من يدعو المسلمين إلى الخروج على بعض شرائع الإسلام كالحجاب؟ حقا إن الدعاة إلى سفور المرأة المسلمة وخروجها متحللة عن أحكام الإسلام مرتدون خارجون على الإسلام، هم أثمة أكثر من المرأة السافرة إذا كانت تخرج سافرة وهي تعلم أنها تعصي الله تعالى بخروجها كذلك. أما إذا استحلت ذلك السفور، يعني قالت ليس هناك ما يسمى بحجاب أو كذا، وأنكرت ذلك في الإسلام، فقد اشتركت معهم في الكفر والردة معاذ الله. سابعا، الدعوة إلى سفور المرأة المسلمة كانت أول ما كانت دعوة يهودية في المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام أيام الإسلام الأولى فيها. قال أبو عون: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، أي ذهب، قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين إلى الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشد اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. ثم تبع اليهود بعد ذلك من تبعهم في دعوة المرأة وحضها على التحلل من شرائع الإسلام بأسماء عديدة، فكان أن قام مرقس فهم القبطي يدعو إلى تحرير المرأة من الحجاب وكثير من شرائع الإسلام أيام كانت بريطانيا تستعبد مصر. وكان أن قام قاسم أمين العائد من دراسته بفرنسا، وقد أعجب بحياة الفرنسيين ونسائهم أيما إعجاب، يدعو إلى تحرير المرأة المسلمة لتكون شبيهة بالمرأة الغربية أيام كانت بريطانيا تستعبد مصر. وقد حاول هذا الأخير أن يلبس على المسلمين باسم الدين فيقر فيهم أحكاما تخالف أحكام الإسلام في النساء، مستعينا ببعض من أضله الله تعالى على علم. ثم كان أن صديق بريطانيا سعد زغلول هتك حجاب المرأة المسلمة في مصر بيده، يا ويله وإليك المأساة.
نفت بريطانيا سعد زغلول وجماعته إلى جزيرة سيسل فترة، ثم أعادته إلى مصر لتولية رئاسة الوزارة وتوقع معه معاهدة، فيكون احتلال بريطانيا لمصر شيئا رسميا متفق عليه. هيأ الجو في الإسكندرية لاستقبال سعد، وأعد سرادق كبير للرجال وآخر للنساء المحجبات أي المنتقبات، وأقيمت الزينات في كل مكان، ونزل سعد الضال من الباخرة، وعلى استقبال حافل وهتافات أخذ طريقه إلى سرادق النساء دون سرادق الرجال، فلما دخل على النساء المحجبات استقبلته هدى شعراوي الضالة بحجابها، فمد يده فنزع الحجاب عن وجهها تبعا لخطة اللعينة وهو يضحك، فصفقت هدى وصفقت النساء لهذا الهتك المشين ونزعنا الحجاب. ومن ذلك اليوم أسفرت المرأة المصرية استجابة لرجل الوطنية سعد، وأصبح الحجاب نشازا في حياة المسلمة المصرية. لقد فعل سعد بيده ما دعا إليه اليهودي القديم بلسانه، ثم تولت السلطة بعد ذلك نزع حجاب المرأة المسلمة، وهي سلطة تحكم أنت بمدى صلتها بالإسلام. فعل ذلك التترك بقانون وراقب تنفيذه وعاقب مخالفيه وشنق معارضيه، وفعل ذلك رضا بهلوي في إيران بقانون، ومحمد أمان في الأفغان بقانون، وأحمد زوغو في ألبانيا بقانون، ثم في روسيا في تركستان والقوقاز وسائر ما تحتل من بلاد المسلمين وهم يبلغون 60 مليونا، وتيتو في يوغوسلافيا، ثم أنور خوجة في ألبانيا مرة أخرى بعد أن عادت المرأة المسلمة الألبانية إلى الحجاب أيام الحرب العالمية الثانية. ومن ينظر إلى دعاة سفور المرأة وخروجها على أحكام الشريعة يرى أنهم رجالا ونساء ليسوا قدوة كريمة في الدين والتزام أحكامه، وليسوا قدوة في متانة الأخلاق والبعد عن مواضع الفتنة والتهمة. فهؤلاء الدعاة إلى سفور المرأة المسلمة وخروجها على أحكام الشريعة كفرة مردة قد خرجوا على أمة الإسلام وعقيدتها. أفهؤلاء يقتدي بهم مسلم أو تتبعهم امرأة مسلمة؟ معاذ الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أيها الإخوة المؤمنون، آيات الحجاب جاء في تفر إلى الله نقلا عن المرأة المسلمة. الآية الأولى هي الدالة على الحجاب، وعلمنا أن المقصود بالحجاب هو تغطية الوجه أي النقاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى:
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب التي تلوناها الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى آخر الآية، خاصة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقلت أي عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزلت كذلك. رواه البخاري ومسلم. وذكر أنس رضي الله تعالى عنه ما كان من وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب أم المؤمنين، وفيه: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوج الرسول صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم أي زينب مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حياء. رواه ابن أبي حاتم. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش في ذي القعدة في السنة 5 من الهجرة، وفي صبيحة عرسه بها صلى الله عليه وسلم نزلت آية الحجاب، فاحتجبت المرأة المسلمة وما تزال. إذن ما المقصود بالحجاب هنا؟ النقاب. وقبل ذلك كانت المسلمة تستر رأسها وصدرها، ويبدو ما قد يبدو من شعر رأسها وعنقها وبعض صدرها. وفي الجاهلية كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، وكانت لها مشية تكسر وتغنج تلقي فيه الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها. القرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو فضة أو غيرها، أي الحلق الذي تلبسه النساء، ويبدو ذلك كله منها كما في تفسير ابن كثير. فأين خروج المرأة اليوم من خروج أختها في الجاهلية الأولى؟ قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله تعالى لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك إكرام من الله تعالى لهذه الأمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، متفق عليه. يشير ابن كثير بكلامه هذا إلى ما صرح به علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي لئن كانت الآيات نزلت في نسائه صلى الله عليه وسلم وحجابهن فإنها تعم بأحكامها سائر نساء المسلمين. ومما يؤكد هذا الحكم قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي، فدخول الضيف في البيت بدون إذن، وكذا مع الإذن قبل نضج الطعام أي غير ناظرين إناه، وكذا مع الإذن قبل نضج الطعام، والجلوس بعد الطعام استرسالا في الحديث. وإن الإيذاء كما لا يحل في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل في حق أحد المسلمين. يؤكد قوله تعالى في الحجاب: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فطهارة القلوب عن الخواطر الشيطانية مطلوبة في حق أزواجه صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين. الآية الثانية في الحجاب قول الله سبحانه وتعالى لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الزمخشري: كانت أي نساء أهل الجاهلية الأولى جيوبهن واسعة. ما المقصود بالجيب؟ جيوبهن واسعة جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، أي الفتحة الأمامية في الثوب الذي يلبسه الإنسان. كانت نساء الجاهلية الأولى جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، ولكن يسدلن الخمر، أي جمع خمار، ولكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى أي أعناقهن وصدورهن مكشوفة، فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقصد به تعميم الحكم على نساء المسلمين عامة، فإن قرار النساء في البيوت وعدم خروجهن لغير حاجة أمر مقرر في الإسلام، وكذا النهي عن التبرج بالتكسر في المشي وإظهار بعض الرأس والصدر أمر مقرر في النساء عامة. قال المودودي رحمه الله عند قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، قد ذهب بعض الناس يريد بعض المعاصرين إلى أن هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لابتداء الآية بخطاب يا نساء النبي. ولكن نسأل: أي وصية من الوصايا الواردة في هذه الآية مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟ فقد قيل فيها: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن الآيات. فتأمل هذه الوصايا والأوامر وقل لي أي أمر منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات؟ وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن أن يتقين الله تعالى؟ أو قد أبيح لهن أن يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلاما يغريهم ويشوقهم؟ أو يجوز لهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ ثم هل ينبغي لهن أن يتركن الصلاة والزكاة ويعرضن عن طاعة الله ورسوله؟ وهل يريد الله تعالى أن يتركهن في الرجس أي الأدناس والرذائل؟ فإذا كانت هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات، فما المبرر لتخصيص كلمة وقرن في بيوتكن وحدها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن مصدر الفهم الخاطئ في الحقيقة هو مبتدأ الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ولكن هذا الأسلوب لا يختلف مثلا عن قولك لولد نجيب: يا بني لست كأحد من عامة الأولاد، حتى تطوف في الشوارع وتأتي بما لا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقة. فقولك هذا لا يعني أن سائر الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركات السيئة، ولا يطلب منهم الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار محاسن الأخلاق وفضائلها، لكي يصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى في بلوغه. وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب في الجاهلية كن على مثل الحرية التي توجد في نساء العرب في هذا الزمان.
وكان العمل جاريا على تعويدهن الحضارة الإسلامية بشيء من التدريج، ويعلمهن حدود الأخلاق على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء. ولذلك عندما ذكرت الآية في أول الخطبة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أمر الله تعالى نبيه أن يبدأ بأزواجه وبناته قبل أن يأمر نساء المؤمنين، حتى يكن أسوة لسائر النساء وتتبع طريقتهن وعاداتهن في بيوت عامة المسلمين. هذا الرأي نفسه، وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب، أبداه العلامة أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن، فقال: وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى فيه عام فيه وفي غيره، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا مما خصه الله تعالى به دون أمته. الآية الثالثة من آيات الحجاب، يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال القرطبي عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن، الزينة على قسمين: خلقية ومكتسبة. فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها كالثياب والحلي والكحل والخضاب، ومنه قوله تعالى: خذوا زينتكم. وقال أي القرطبي: ومن الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب، وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية أو حل محلهم، أي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي كما ذكرنا الآية الآن. وقال القاضي البيضاوي: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم، فإن في سترها حرجا. وقيل المراد بالزينة مواقعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة
كالمعالجة وتحمل الشهادة، ولذا تكون هناك امرأة تطلع على وجه المرأة. أيها الإخوة المؤمنون، في رسالة الحجاب لابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به ربما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه، لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك. فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثانيا قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس. فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر، يعني قلنا لابد أن تستر المرأة صدرها، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى، لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا. فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ أيضا قال رحمه الله إن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال، أي الذين عنده شهوة. أيضا قوله تعالى في هذه الآيات السابقات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل جمع خلخال ونحوها مما تتحلى به للرجل. فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها، لا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء. أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها. إن كل إنسان له إربة في النساء أي شهوة في النساء لا يعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ومن الآيات الدالة على الحجاب أي النقاب قول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى
نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن المرأة العجوز لا يطمع الرجال في الزواج منها. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط ألا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، وأن يستعففن خير لهن، أي بأن تغطي وجهها. فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابغة التي تستر جميع البدن. لذا أيها الإخوة المؤمنون، هذا دليل على أن الشواب الذي يرجون النكاح يخالف لهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب أي النقاب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. ومن قوله تعالى غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح، أي التي وجهها يطمع فيه الرجال، لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، أيضا من آيات الحجاب آية الأحزاب، هذه هي الفاصلة التي ذكرناها في أول الخطبة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جاء في روائع البيان للصابوني أثابه الله طائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستر الوجه. أولا قال ابن الجوزي في قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، والمراد بالجلابيب الأردية، قاله ابن قتيبة. ثانيا وقال أبو حيان في البحر المحيط وقوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن شامل لجميع أجسادهن، أو المراد بقوله عليهن أي على وجوههن، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ثالثا وقال أبو السعود الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها. ومعنى الآية أن يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي. وعن السدي تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين. لكن الآن هل تكشف المرأة عينيها أو عينا؟ في رسالة الحجاب لابن عثيمين رحمه الله قال ابن عثيمين إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق، فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. إذا لم تكن هناك ضرورة فلا موجب لكشف العين. رابعا وقال أبو بكر الرازي وفي هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب. خامسا وفي تفسير الجلالين الجلابيب جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة. قال ابن عباس أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر، فإن الأمة كانت لا تغطي وجهها، وأما الحرة
كانت تغطي وجهها. سادسا، وفي تفسير الطبري، وابن كثير يكاد يكون مختصرا للطبري، وفي تفسير الطبري عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله حتى بلغ الحاجبين، وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر. وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى من روائع البيان. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأدلة ما جاء في السنة المباركة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما أدلة السنة فمنها الدليل الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد والطبراني وهو صحيح كما في صحيح الجامع. يعني يجوز له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وإن كانت لا تعلم. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته، بشرط أن يكون نظر للخطبة. فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال. ومن المعلوم أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالبا. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، والحديث في الصحيحين، قلنا: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما المقصود بالجلباب هنا؟ تغطية الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. والنص ما جاء في الصحيح: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب أي نقاب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، أي كصلاة العيد عند من يرى أنها واجبة وهي الصحيح كما في تمام المنة للألباني، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب أي بغير نقاب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه، بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بارتداء الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر، والله أعلم. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. المرط بكسر الميم كساء من صوف ونحوه يؤتذر به، الأعلى يسمى رداء كالإحرام والأسفل يسمى إزار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن.
ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت أي عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. أيها الإخوة المؤمنون، فكيف بزماننا هذا بعد نحو 14 قرنا، وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا أو يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال صلى الله عليه وسلم: يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم. والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى أي بالقدمين تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم. وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله تعالى وشرعه. محال أن يأمر الشرع بتغطية القدمين ولا يأمر بتغطية الوجه. الدليل الخامس كما يقول ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. المكاتب بفتح التاء يعني العبد الذي يريد أن يحرر نفسه ويدفع نجوما يعني أقساطا لسيده. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه أي صار حرا بدفع النجوم أي الأقساط وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيا، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. انتهى من رسالة الحجاب. وفي كتاب ففروا إلى الله نقلا عن كتاب المرأة المسلمة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أي ما تسميه العامة بالجوانت. رواه البخاري. وهذا يعني أن غير المحرمة تنتقب بأن تستر الوجه وتستر اليدين بأن تلبس القفازين. ومع ذلك فإن المرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. ما معنى ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ لا تلبس النقاب لكن تلبس الإسدال أي القماش الذي يغطي الوجه. كانت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو أو في الحج في آخر القافلة بينهم وبين الرجال خطوات كثيرة، فإذا مر رجل على النساء فكن يغطين وجوههن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفنا. رواه أبو داود. وهنا مسألة أيها الإخوة المؤمنون. قال العلماء: لا تلبس القفازين يعني ما يسمى بالجوانت في العامية، لكنها تدخل يديها في كميها. هي الآن لم تلبس القفازين ومع ذلك لم تظهر يداها. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما شبهتان ثم تعليق والرد عليهما من كتاب رسالة الحجاب. روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قد يقال إن في هذا دليلا على كشف الوجه، لأنه كان ينظر وكانت هي تنظر. أجاب ابن عثيمين رحمه الله: وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل حرف وجهه إلى الشق الآخر. ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم: من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر. فإن قيل فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها؟ فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب. أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر، إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، أو قال: فأمرني أن أصرف بصري. الشبهة الثانية ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد، ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى إذا أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة سفعاء الخدين. ما معنى سفعاء؟ السفعة سواد في اللون. قد يقال ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين. الجواب قال ابن عثيمين رحمه الله: وعن حديث جابر بأنه لم يذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، والأفضل أن تغطي، ولا يمنع أي ذلك ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو أن يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة 2 من الهجرة. آخر كلمة أيها الإخوة المؤمنون. حديث أسماء: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الوجه والكفين. هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من العلماء، وانظر تضعيفه في رسالة الحجاب بالتفصيل. ثم قال ابن عثيمين: أسماء رضي الله عنها كان لها عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة عند الهجرة، فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق تصف منها سوى الوجه والكفين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمر بالعفة والفضيلة، ويا حسن من أمر بهما، ونهى عن الرذيلة، ويا قبح من أمر بها. ولكن وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف ريح طيب العود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.